نفسك تاكل طواجن وحمام محشي خطير في بورسعيد يبقى هو واحد بس، الخان. قررت اجرب الخان لتاني مره وترى هيبقى في نفس المستوى ولا لا. يلا بينا. وصل اول حاجه طاجن الورق العنب الخطير الجامد ده بالكوارع. بصوا يا جماعه، انا من عشاق الكوارع جدا، والطاجن ده حرفيا ما ينفعش تروحوا الخان من غير ما تجربوه. الصوص بتاع الورق العنب ده لوحده يتاكل اكل بجد، شكله يتجنن. يلا بقى ايه، نجرب الورق العنب مع الكوارع. بصوا بتدوب بتدوب بتدوب. يلا نقول بسم الله. واو، اميزنج بجد. ما تفكوش الكوارع مظبوطه جدا، ورق العنب بالصوص بتاعه بجد خطير. نخش بقى على قسم المشويات. قررت اجرب من عندهم الريش. يلا ندوق ونقول بسم الله. التتبيلة عجبتني، اللحمة كانت مستوية قوي، لازم تجربوها. نخش بقى على الطبق الأساسي، البطل في كل ده، الحمام محشي فريك. هم عندهم طبق كده فرد حمام محشي رز او فريك، بس انا طبعا من عشاق الفريك فكان خطير. الحمام عندهم بجد لا يقاوم. بجد دي كانت تجربتنا تاني مرة للخان، رائع. فلو نفسك تكون طواجن خطيرة عليك وعلى الخان. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدعمنا فولو لايك واكسبلور كتير، وحقيقي جربوا الخان ومش هتندموا ابدا ابدا. شوفوا فيديو جديد. باي باي روني.